بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ماتش حرق دمي، بعد ماتش خلاني اقول الكلام ما اقولهوش، بعد ماتش في كأس العالم للأندية، الافتتاحية الأهلي مع انتر ميامي، وكم الاستهبال من اللعيبة وكم الاستهتار من اللعيبة وكم استخفاف بماتش او ببطولة زي كده. فعلا حرق الدم، حرق الدم فعلا. الاهلي هيفضل لحد امتى في ماتشات سهله في المتناول تكسب فيها سكور اللعيبه مش عارفه تجيب جون؟ مش فاهم. اكتر من فرصه قدام المرمى لعيبه الاهلي مش ما تعرفش في ايه، في ايه. تبقى محضر للبطوله من بدري، داخل في معسكر، قافل على نفسك، مركز تركيز جامد جدا. انا توسمت خير في الماتش، بس انا شفت كميه يعني ايه اللعيبه، في ايه مالكو، في ايه، في ايه، عايزين ايه؟ كل حاجه موجوده، عايزين ايه؟ تروح على الجون يعني بتلعبوا ماشي، في حركه وفي لعب وشايف جمل ومش عارف ايه، بس فين الانهاء؟ فين؟ حمدي فتحي جات له واحده قدام الجون، مش فاهم في ايه، مش فاهم. عندك تريزيجيه والبلنتي في مشكله حصلت ما بينه وما بين زيزو، ان زيزو هو يخش. ما انا جايب زيزو عشان كده، يعني انا جايب زيزو عشان البلنتي، جايب زيزو عشان يجيب لي ضربات حره. وسام ابو علي علامه استفهام بنت لذينه على دماغه، في ايه، في ايه؟ اللعيبه مش مركزه. كله اللي شايف مروان عطيه لعب ماتش كويس، لا مروان عطيه زي الزفت، مع احترامي لاي حد. مروان عطيه انا ما شفتوش لعب حلو. مروان عطيه مش جاي عشان يمسك لي واحد ويجري وراه ويوقفه، ومش هو ده دوره، هو دستروير. بس بعد ما ياخد الكوره بيعمل ايه؟ صفر. بنشوف تصريح لارسن فينجر بيقول لك ان هو الوحيد اللي كان قادر يهد خطوره ميسي. يا جدعان ميسي مشطب، ميسي كبر خلاص. فطبيعي اي لاعب شاب 24 سنه مروان، فاللي هو ميسي اكبر منه بحوالي 12 13 سنه، فاللي هو انت بتتكلم في فرق عمر، فطبيعي انا اكون فت عنه. هي دي النقطه. بس الفرق ان ميسي لسه عنده المهاره، بيرقص ويروح ويجي، بس في خلاص في فرق عمر. انا مروان عطيه دلوقتي الكره بتبقى في رجله، مش عارف بيتكهرب ولا إيه، ما تعرفش. مس باص غريب جدا من مروان، في ايه؟ مش فاهم، مش فاهم. عندك مين تاني؟ حسين شحات. حسين شحات خلانا سيب واحده كده في الاخر، راح بكرة 4-2 من ضمنهم. يعني الأربعة كان هو وطاهر وقفشة تقريبا، أو أيا كان مين اللي كان طاير من الناحية الشمال، تقريبا طاهر. قعد يمشي يمشي يمشي، راح سايب لهم الكرة، قال لهم أنا معلش افتكرت إن أنا عندي حجز في حتة تانية. طب أنت بتعمل إيه يا ابني؟ برضو كل كرة بيلعبها بيحصل فيه مشكلة. أنا مش فاهم اللعيبة دي هتركز إمتى؟ انا ما ادفعش كنادي اهلي، ما ادفعش مليارات او ملايين زي ما بيقولوا في لعيبه عشان الفرص اللي بتضيع دي. طب ما انا كنت دخلت في كاس العالم للانديه دوت باحمد عبد القادر وبيرسي تاو و... ومين تاني كان مهاجم، ومحمد شريف. عادي بقى، ما انتوا كده زيهم، ما انتوا بتضيعوا اوسخ منهم يعني. انا مش فاهم في ايه. ادفع عشان في الاخر تتخانقوا على بلنتي وتشوت بلنتي بالطريقه دي يا تريزيجيه؟ انا مش فاهم في ايه يا جدعان. لعيبه مش شايفه، اللعيبه نازله مش شايفه، مفيش حد مركز، مفيش حد على الدكه يزعق ان الناس اللي في الملعب على الفرص اللي بتضيع دي. انا مش هفضل تضيع وتسقف لي وتقول لي عاش والكلام ده. انا في اخر الماتش اتضغطت. انا كنت مستني السيناريو اللي هو انت عمال تضيع تضيع تضيع، في الاخر تلبس جون مضحك جدا يعني، انا مستنيه. بس الحمد لله، لولا ستر ربنا، وان الشناوي الوحيد اللي انا بنتقده كان فايق. انا لحد امتى برضه هفضل اروح كاس عالم وافضل بعد كاس العالم اتحسر على ماتشات انا بضيعها؟ نفضل نروح ونوصل ومش عارف ايه، وتيجي تعمل
طب تقول يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني ما ضيعت الثلاث نقط، يا ريتني مش عارف. طب ليه؟ طيب ليه؟ عندك فرصه اغتنمها. انا مش فاهم فكره ان انت ما يبقاش عندك حظ. حظ ايه يا جدعان؟ حظ ايه؟ ده حمدي فتحي واقف على الست يارده وحط وش رجله في الكرة، راحت كأنه بيقول له خد الكرة العب ايد ورجل يلا. كذا كرة انفراد. امام عاشور رايح بواحده بس ماشي، هنقول مصاب بكتفه ومش عارف ايه، فشاطها مش معدول. وسام ابو علي راح بكذا واحده. النهارده احمد السيد زيزو فايق، لعيب خامه كويسه جدا. وانا كنت شايف عكس كده والله، ما كنتش متوقع ان هو هيبقى عالمي وفارق معانا وكده، بس كنت شايفه لعيب محلي يعني. بس لا افضل من حسين الشحات النهارده. لو يعني هفضل اقول بقى، نفضل نعيد بقى كلام زي كده. النهارده لو كان مثلا تخيل كده اشرف بن شرقي نزل مكان حسين الشحات، لو كان ساب مثلا زيزو في اخر 10 دقايق وما كانش نزل حسين الشحات، كانت هتروح بواحده انفراد. ناس عندها تفكير بتقدر تفنش قدام. انا مش فاهم ايه فكره ان حسين الشحات ينزل اصلا. انا حسين الشحات بيلعب بمزاجه، وبعدين ما عندوش يعني خلاص. انا شايف ان كورته بقت قليله قوي. في ايه طيب؟ في ايه؟ هنفضل في ماتشات نجيب جونين ونروح نعمل كده للجمهور ونعمل كده للجمهور، وفي الاخر تمضي تجدد بعد كده تتنيل على عينك ما تعرفش تمشي. انا مش فاهم يا جدعان. ماتش يحرق الدم، لعيبه تحرق الدم. انا من كتر زهقي قمت شاتمهم على الفيسبوك. انا والله العظيم اتخنقت. انا مستني الماتش ده بقالي كتير. انا عارف ان احنا هنخسر، بس لما نروح مثلا ونأدي وتعمل الماتش كويس، في الاخر تضيع فرص سهله زي كده، يجي لك بلنت تضيعه. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ ومش فاهم فكره يعني هنرجع لفكره مين كابتن الفرقه؟ مين يلم الفرقه دي؟ انا ما احطش كابتن فرقه في اخر الملعب يعني، مع احترامي للشناوي لو انتوا شايفينه ان هو بيطير في الجو يشخ رابسه يعني. انا مش شايف ان الشناوي جون اصلا، شايف ان شوبير احسن منه بكتير قوي، وشوبير هيفيدك في الخطه دي لان شوبير بيلعب برجله حلو. ده اللي انا بقوله كل مره. بس الشناوي بغض النظر ان هو عمل ماتش كويس، بس كابتن في اخر الملعب، اخر الملعب خالص. انا عايز حد كابتن في نص الملعب، عايز حسام غالي في نص الملعب. شايف اللعيبه كلها اللي بيغلط بيطلع عينه، مش هتطلع كرة غلط عشان شايف ان حسام غالي لو طلعت كرة غلط هيهين كرامتي. فانا عايز واحد في نص الملعب، انا مش عايز جون. الجون مع احترامي ليه يعني هيعمل لي ايه؟ كابتن في ايه؟ كابتن في ايه؟ مين حاطط خطة ضربات الجزاء؟ انا على ما اعتقد لو هترجعوا بقى لضربات الجزاء، الماتش اللي فات اللي لعبناه وخلص تعادل دخلنا ضربات جزاء، اول لاعب شاط زيزو. يعني المفروض الكرة دي كان يخش يشوطها زيزو. انا مش فاهم ايه الفكره في ان تريزيجيه هي جمعيه يا اسطى وانت عايز تقبض الاول ولا ايه؟ مش فاهم. داخل تشوط حاططها بكل الرعونه خالص، داخل حاططها في نفس الزاويه اللي انت شطها يعني يا اخي ابتكر. يا عم انا دافع فيك فلوس عشان انت فارق عن اللعيبه اللي في مصر. تنزل تبقى بالمستوى ده، يقول لك اه عامل ماتش حلو ومش عارف ماشي، بس الفرص اللي انا عايزها هو يسجلها ما بيسجلهاش. يبقى انا كده ما عملش ماتش حلو يا عم. ما انا كده يعني انا نازل اجري وباصي حلو ومش عارف ايه، ما انا كده اي حد يخش يلعب بقى. الفرق ما بينك انت ككواليتي لاعب واي لاعب تاني انك بتجيب من انصاف الفرص اجوال. احمد سيد زيزو كان يخش هيحطها، انا جايبه عشان دي. انا مش عارف اقول ايه، بس انا يعني هتندموا يا جدعان على الفرص اللي بتضيع دي، والله هتندموا. لعيبه الاهلي لازم تفوقوا ربنا. مش فاهم. مش دي النقطه بقى اللي بنتكلم في جمهور الزمالك. انا مش فاهم يا اسطى انت سهران ليه اصلا؟ سواء سهره ممتعه ولا مش سهره ممتعه، انت سهران ليه اصلا؟ انت تنام بدري احسن يا اسطى عشان تصحى تلعب منية سمنود ودشيشه القمح والكلام ده. انت بتتفرج ليه على كاس عالم؟ زي برضه اروح يعني اسيبهم من القاره دي واروح قاره تانية واروح العب في امريكا بعدد ساعات تانية، الاقي علم الزمالك منشور في مش عارف إيه. انت مالك ايه يا اسطى العك كده؟ انت ايه القرف ده؟ انت رايح ليه يا عم؟ هو خدوني معاكم لاخرق نفسي ولا ايه؟ مش فاهم.
تلاقي بوستات غريبه جدا، انا سهران عشان اضحك وسهران عشان مش عارف اعمل ايه. يا عم ما تسهرش، انا مالي، انت تسهر ليه اصلا؟ تتفرج ليه على كاس عالم؟ انت ايه اصلا في كاس عالم يا اسطى؟ انت يوم ما رحت كاس عالم، كاس عالم اتلغى. فما ما تحطش نفسك في حته مالكش دعوه بيها خالص. تتكلم ليه انت على كاس عالم؟ ولا تشوف ايه في كاس عالم؟ انت تعرف ايه اصلا عن كاس عالم؟ انت اخرك يا زميلي اصل الحكام بيجاملوني، انت اخرك اصل الدوله بتقف معاك، انت ده اخرك. لكن تشوف كوره وتشجع وتعرف او حميه لعيبه الاهلي او حميه جمهور الاهلي على لعيبته، وان الاهلي عود جمهور ان هو ما يخسرش، وان الاهلي عود جمهور ان هو ما يتعادلش. انت عارف يعني ايه؟ احنا خارجين من ماتش في كاس عالم انديه بنتعادل مع فرقه فيها ميسي، ماشي؟ طبعا انت هتطلع تقول لي انا الفرقه دي انزل اوديها 8، انزل اديها 0-10، انزل اديها 0-11. انا عارف الجو ده، انتوا كده، انتوا ابقاء بس. لكن فكره ان انت تيجي فين يا زميلي؟ فينك؟ انت بتطلع اصلا بقالك 15 سنه حصاله في دوري ابطال افريقيا. فبالله عليك ما تعيش الدور، ما تعيش جو اصل انتوا سهرتونا نضحك، اصل بلالين، اصل مش عارف ايه. انت كده كده اصلا ولا في الدماغ. جمهور على الله الشفا، جمهور بيفرح بس في المصايب. بس انا مش فاهم انت اصلا وجودك ان انت تسهر معانا تتفرج على الاهلي في امريكا كاس عالم وسط محافل دوليه. انت شفت الافتتاحيه يا ابني؟ شفت الافتتاحيه عامله ازاي؟ شفت الاجواء؟ واخد بالك انت ولا مش واخد بالك؟ شايف الحدث عامه؟ شايف مين كان قاعد في المدرجات؟ ارسن فينجر، على زانيتي، على ايتو، على ناس كتيره اصلا انت ما تعرفش عنها حاجه. فانت جاي تقول لي اصل بلالين وسهرتونا ومش سهرتونا، وواحد كان يقول لك اصل بص نزل زيزو في الشوط الاول وخرجه في الشوط التاني. يا عم انت مالك؟ يا عم انا فلوسي بضيعها في الارض، انا ما لعبتش بن شرقي. انت مالك؟ انت مين انت اصلا؟ انت تخليك في دونجا يا اسطى، اعلى راتب عندك دونجا. فما تقعدش تعيش يا اسطى وتتكلم على الاهلي وتتكلم على اللي بيحصل في الاهلي. ركز في فرقتك، وركز في اللي انت بتعمله، وركز في الديون اللي عليك، وركز في عمر فرج اللي انت هتدفع له ايقاف كده قريب، وركز في احمد حمدي اللي طلع اهانك وهان الزمالك كله لما قال لك عايز حد في بنك مش عارف ايه كده يشوف ال 1700 يورو تحوله ولا لا. الراجل مزنوق في المانيا، عايز اي فلوس يرجع بيها، مش معاه فلوس يا جدعان. في ايه؟ نبعت له احنا طيب؟ زملكاوي بقى، عيش بقى على قدك يا اخي، على قدك. يلا في الجحر ده ما تطلعش، هتطلع تاخد بالجزمه على دماغك وتنزل.